لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. من دار المفكر العربي ومنتدى المفكر العربي، وأمسية رائعة ومميزة بإصدارات دار المفكر العربي. ونبدأ بكلمة رئيس المنتدى الأستاذ حسام أبو العلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة سعداء ان النهارده بإصدارات جديدة انضمت لدار المفكر العربي، والحقيقة يعني كل إصدار بيصدر عننا هو جزء مننا، ونكون سعداء بيه جدا. ويعني أنا شايف إن إحنا علاقتنا بالكاتب مش مجرد علاقة حد بيطبع كتاب وبيسلمه وخلاص، لا إحنا نحاول يكون في بيننا جسر دايما من المودة وجسر من المحبة والتواصل الإنساني، ونلتقي دايما، لأن أنا شايف إن العمل الإبداعي عمل مشترك ما بين الكاتب وما بين الدار. فبالتالي أي كتاب بيصدر هو مولود جديد، وطبعا فرحة الكاتب، وأنا حاسس طبعا في عيون الكتاب النهاردة بفرحتهم زي فرحة أول ابن في حياتنا، لأن أنا جربت التجربة دي وعارف يعني إيه قيمة إنك تصدر كتاب ويكون كمان كتاب فيه إبداع. يعني سعيد جدا بالتواجد النهاردة ومع الأصدقاء يعني شرفونا بأنهم اختاروا دار المفكر العربي، ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله وسعداء بالأمسية الجميلة دي. وطبعا هترك الكلمة للدكتورة سهام تقدم الكتب وتقدم الكتاب. تناولني حين الظما للكاتب الأستاذ فوزي خطاب. عد فاخترق النوايا، عد فاسكن مني الخلية تلو الخلية، انقش على خصر الوصية، تتناولني حين الظما وفسر لي فيك الأحلام العصية. هذه الكلمات النثرية للنصوص النثرية للكاتب الجميل الراقي المتميز الأستاذ فوزي خطاب. والآن مع كلمته. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شرف كبير جدا أن ألتقي بهذه الكوكبة الكبيرة من النخبة ومن مثقفي مصر بلدنا الحبيب. هذه المرة في الحقيقة هذه المرة الثانية التي ألتقي فيها دكتور حسام وألتقي بمجموعة المفكرين، وشرف كبير أشكره عليه. أول من قدمني لجمهور القراء، وأول من حرضني على الكتابة المطبوعة. إحساس بالفخر يعادله إحساس بالقلق والخوف إذا كان لك كتابا مطبوعا. وكما يقول كاتبنا الكبير العقاد: خير لك أن تقرأ كتابا 3 مرات من أن تقرأ 3 كتب. هذا على مستوى القراءة، فما بالك أن يكون لك كتابا بين أيدي الناس. مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا. استشعرت بالخطر مرتين. مرة حين نزع صهري يده من يدي وقال لي: زوجتك ابنتي. وهذه المرة عندما خرج كتابي الأول للنور شعرت بالرعدة الكبيرة عندما يكون لي كتاب بين أيدي الناس، وبخطورة الكلمة وأهميتها ومسؤولياتي. أعمل معلما في المرحلة ما قبل الجامعية، وطوال عمري أختلط بهذه الفئة. شعرت بمدى التردي الذي وصل إليه المجتمع المصري في هذه الفئة، وحالة التردي الثقافي، فحفزني ذلك على كتابة هذا الكتاب. لم أختره شعرا، ولكن اخترته نثرا أقدم فيه معلومة بسيطة سريعة كالوجبات الخفيفة التي يتناولونها. رأيت ألا أثقل عليهم، ورأيت
هذا الاسم في العنوان المحفز على القراءة، تناولني حين الظمأ، الذي يثير كثيرا من الفضول لمعرفة لماذا اخترت هذا العنوان. عندما تخرج إلى الناس في الشارع وترى هذه السطحية المفرطة في المترو وفي الشارع وفي النوادي وفي كل مكان، تفتقد إلى شيء، تفتقد إلى الجدية، وتفتقد إلى النمط القديم المحترم الذي افتقدناه في آبائنا وأعمامنا وقدواتنا القديمة، نحن إليها. فأردت أن أكتب لهم بلغة رصينة. فكرت في كل لفظ وأنا أكتب في الكتاب، واخترت أن يصعدوا إلي ولا أنزل إليهم لكي أكتسبهم. فكانت هذه النصوص النثرية القصيرة التي لا أقرأها ولكن أعرج على بعض عناوينها. فاخترت ما بين التاريخ وما بين الأدب وما بين الثقافة العامة وما بين العلم وما بين الدين وما بين التصوف في مواقف سريعة. عندما تفتقد إلى هذه الجادة الجأ إلى هذا الكتاب، تناول منه موضوعا أو موضوعين في صفحة أو صفحتين، وعندما تشعر بالعطش عد مرة أخرى. فهذا الكتاب أمامك، الجأ إليه حين الظمأ. أظن أن ذلك يفسر لماذا اخترت هذا العنوان وهذه الكلمة لكاتبة أديبة كانت صديقة لي على مدى 5 سنوات ولم أرها واختفت فجأة، ولكن أول من شجعتني على الكتابة وحرضتني عليها دكتورة فاطمة الكومي، إن كانت في يوم من الأيام شخصا حقيقيا أو شخصا افتراضيا، لها مني كل التحية. اخترت بعض العناوين لكي أتحدث عنها، فكتبت مقالا وكتبت نصا اسمه ليلة الأمس تكفيك يا فلو. وفلو هو أنتوني فلو، كاتب الفلسفة الإنجليزي المشهور وأشهر الملاحدة في القرن العشرين، في ليلة من ليالي الشتاء الممطرة العنيفة التي تساقطت فيها اللوحات المعدنية من أعلى أسطح العمارات، وأنا أجلس أرتعد خوفا ورهبة من غضب إله هذا الكون. وفي أقصى الأرض يقول رجل أن ليس لهذا الكون إله. فارتعدت من هذه الكلمة واخترت هذه الليلة لكي أقول له أن لهذا الكون إله يفلو. 80 عاما قضاها الرجل ملحدا، ثم وصنع مدرسة للإلحاد في جميع أقاصي الأرض، وكان له مريدون كثيرون. وفي يوم من الأيام ظهر الرجل على شاشة الMBC ليقول أمام العالم بأجمعه الآن وفقط وقبل أن يودع الحياة أن لهذا الكون إله. وهذا عبر عنه الدكتور شريف عرفة في كتابه اسمه، في كتاب له في مكتبة مدبولي اسمه رحلة عقل. فأنا أحفز على الكتاب وأدل عليه لكي نعلم ونوقن ونحمد الله على نعمة الإسلام. مقالة أخرى اسمها على مسامع العصافير. أعتذر للإطالة إذا كنت أطيلا. على مسامع العصافير، وهذا نص جسدته نثرا من مشهد تمثيلي تلفزيوني أو سينمائي. وجدت رجلا قد جاوز 80 من عمره يجلس في حديقة منزله مع ابن شاب له، يقول له عندما سمع حفيف أوراق الشجر وصوت العصافير متسائلا لابنه ما هذا؟ فيقول الابن يا أبتي بكل ود إنه عصفور. بعد قليل يعاود الرجل سؤال ابنه ما هذا؟ فيرد الرجل الابن على أبيه يا أبتي قلت لك إنه عصفور. ثم يعاود الرجل مرة ثالثة والرجل قد تجاوز 80 ما هذا؟ فيشتاط الابن غضبا قلت لك وبحدة كبيرة قلت لك إنه عصفور ألا تفهم؟ لم يرد الأب على ابنه، وإنما قام من مكانه ودخل إلى منزله وأتى بمفكرة صغيرة وأعطاها لابنه وقال افتحها واقرأ ما بها. تقول المفكرة في يوم من الأيام ولي ابن لم يبلغ 3 والرابعة أو 4 من عمره يلعب بجواري في حديقة المنزل، وسألني للمرة 50 يا أبت ما هذا؟
وأنا أرد عليه بمنتهى الود والمحبة: يا بني إنه عصفور. فكان هذا المشهد الذي صغته على مسامع العصافير، وقام الرجل وانصرف من جوار ابنه. مقولة أخرى أو مقالة أخرى: وكأنه عليك أنزل. عندما أدخل إلى هذه المحافل أو الصوانات التي يقرأ فيها القرآن أتحسر على ما وصلت إليه مصر، والتي قيل فيها أن القرآن قد نزل بمكة وقرئ بمصر، بمكة والمدينة، وقد قرئ بمصر. وأتحسر على ما وصل إليه حال القرآن وحال قراء القرآن في هذه الصوامع. وفي يوم من الأيام وجدت هالة من الانفعال غير المبرر دون الالتفات إلى معاني القرآن، فتذكرت كلمة مالك بن نبي، كاتب ومفكر القرن العشرين الجزائري المشهور، وهو يقول: قال لي أبي صغيرا: يا بني اقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل. مقالة أخرى سميتها زمن الحفاء العظيم. زمن الحفاء العظيم أخذت معظمها وفكرتها من الكاتبة الكبيرة سناء البيسي. وسناء البيسي صحفية لها أسلوب رائع وممتع غفل عنها الكثيرون. هذه السيدة التي قضت عمرها، لم أقابلها، ولكنها قضت عمرها كلها في صاحبة الجلالة، في بلاط صاحبة الجلالة. لها كتاب رائع تتحدث فيه عن مدى السطحية التي وصل إليها المجتمع المصري، وليس هناك وقت لكي أقرأ إليك بعضا منها. مقالة أخرى سميتها: من فقد قدم ليقف وطن. من فقد قدم ليقف وطن. ذهبت في ليلة أو في يوم من الأيام بعد حوادث الإرهاب المتكررة لشبابنا، منهم من فقد طرفا يدا، ومنهم من فقد رجلا، ومنهم من فقد عينا. فذهبت أزور أحدهم في المستشفى فوجدته يبكي، فقلت إليه: يا بني لقد فقدت يدك أو قدمك لنقف جميعا في هذا الوطن. هي نصوص سريعة قصيرة متنوعة يقبل عليها القارئ محبا مريدا. شرفت بكم جدا وسعدت باستماعكم، وشكرا جزيلا مرة أخرى للأستاذ حسام الذي قدمني لجمهور المفكر العربي وجمهور القراء في معرض القاهرة إن شاء الله. شكرا جزيلا للأستاذة الكريمة الفاضلة سهام الزعيري ولحضراتكم جميعا. أشكركم ألف شكر. الكاتب المحترم الأستاذ فوزي خطاب يقول لنا ولكل القراء: تناول الكتاب حين الظمأ. واليوم لدينا أكثر من عرس باحتفال بكتب دار المفكر العربي. في الحقيقة معنا كاتب جميل ورائع ومميز، إنه شاب مصري يحمل في ملامحه كل المستقبل. الكاتب الأستاذ عبد الحي منصور، وكتابه الرائع النصر يمحو النكسة. مرحبا بكم في سفينتي برق السماء. اليوم سنذهب إلى الأرض، أو كما يسميها البعض الكوكب الأزرق. سنشهد بداية أول قصة على هذه الأرض، لنبحر في حكايتها ونطير في سمائها ونغوص في أحداثها التي أصابها الغموض. فتباعدت المعاني وكثرت الأحداث. ترقبوا الأشباح واستمتعوا بالرحلة من بين الخيال والواقع. تنبت قصتنا من شعاع نور أصدرته سفينة برق السماء ما بين عصر النهضة في الدولة الحديثة قبل الميلاد وما قبله بقرون عديدة، ما بين التطور
قبل البداية والبحث عنه حتى النهاية. تدور أحداث قصتنا، ترقبوا عظمة برق السماء وازدهار الحضارات وتزعزع واستقرار الأوطان، مجد العظماء. والآن مع مستقبل مصر الأستاذ عبد الحي منصور. اهلا بيكم يا جماعه. هو ممكن مثلا يكون اسم برق السماء اسم مثلا عادي او غريب او حسب تفكير كل شخص، لكن انا محب للخيال. يعني انا ابتديت مشوار اللي هو قصير، مش حاجه يعني بالنسبه لحضراتكم. ابتديت كمسرح، طبعا ابتديت تمثيل عادي جدا، بس انا كنت حابب ان انا عندي افكار عايز اطلعها مش عارف، فابتديت امشي ورا السيناريست بتاع المسرح عندنا وتعلمت منه حاجات كتير، وانا يعني بتمنى له كل التوفيق. برق السماء هو بيدل على القدم وعلى المستقبل او الحداثة، فهو يضم يعني البرق هو نار وطاقة ونور، وهما 3 أشياء لا نستغني عنهم. النصر يمحو النكسة مش بتدل على حدث معين في القصة، لا خالص. هو احنا في نكسة عامة. هو انا بعتذر ان انا مرتبك عشان بس هو قصتي هي عالم موازي للعالم اللي احنا فيه دلوقتي، فانا برسم فيه كل احلامي. كل اللي بيحصل حوالينا موجود. انا مزجت ما بين الخيال والواقع في قصتي. هنا في حرب، في خير وفي شر. احنا في نكسة، والنصر هو اللي هيمحوها. النصر ان احنا نخرج من اللي احنا فيه، ان احنا نحاربه. والحرب هنا مش حرب سلاح، حرب فكر. ويعني انا بتكلم عنه بطريقة خيالية، بحاول ان انا اكون يعني بتكلم بطريقة شاب، مش بطريقة يعني اسف في لفظ حد كبير. ليا حلم ان انا يكون ليا بصمة مختلفة. ما شفتش ان حد عمل حاجة خيال او مثلا زي الافلام الاجنبي السوبر هيرو كده، فانا حبيت ان انا اعملها بطابع مصري. عندنا هنا 4 شخصيات رئيسية. منكاو وده اسم فرعوني، وحابي وده برضو اسم فرعوني، وحطب برضو اسم فرعوني، واخيرا جي هو المستقبل. جي هو عالم هيغير بنسبة 90% من مستقبلنا، هيساعد في محو النكسة. عندنا منكاو هو قائد، هو الفكر، هو القرار الصحيح. وعندنا المحبة، وعندنا القوة، وعندنا كل حاجة في القصة. هي قصة خيالية، يعني ممكن تتناول فكر شباب أو أطفال أو كبار، إنها بتضم 3 مراحل. ويعني طب انت هدفك ايه من القصة وانت بتكتبها؟ كنت عايز اللي بيقراها يشاركك ايه، حلم ايه او رؤيتك ايه؟ ان انا تغيير العالم للأصلح. انا شايف ان العالم، يعني في آية في القرآن بتقول، يعني هو انا اسف عشان انا مرتبط جدا، فانا مش قادر ان انا اطلع حتى يعني الآية فيه. هو احنا لو بقينا أمة واحدة هنصطلح، مش ان احنا هنكون متصالحين، لا هنصطلح، هنكون افضل، نتفق. يعني مش عايز اخش في السياسة، بس هو انا مش سياسة عندي في الكتاب، بس انا بقول ان احنا يعني لو كل بقعة في الارض هي بتاعتنا كلنا، مش بتاعت فرد واحد. الإنسانية. في قصتي في العالم الموازي بتاعي بقول ان انا جاي من مكان تاني خالص، وجيت هنا وكنا أمة خير، مفيش اي ذرة شر، وانقلب الاحداث ان بقى فيه شر وبقى فيه خير. يعني كقصة الخليقة، يعني مش بحاول ان اتشبه
بصنع الله يعني ولا اي حاجة من القصص القرآنية، لكن انا بقول ان احنا كنا على خير واصبحنا على شر. فلو الشر مشي تاني من حياتنا او من تاريخنا، هنرجع تاني أمة بيضاء نظيفة نتعايش على أرضنا بسلام دون أي حروب. وهنا أنا هستخدم القوة، لكن مش القوة اللي أنا أفرض قوتي، لا، أنا بقول إن في الأربعة دول هم هيكونوا جنود، هم اللي هيكونوا الحماة، وهم هيكونوا مستقبل البشرية بطريقة جميلة وسلسة وبنسبة خيال يعني مش كبيرة ومش قليلة. بشكر حضراتكم. في الحقيقة أن الأستاذ عبد الحي منصور بكتابه النصر يمحو النكسة يقول لنا أن كل المثقفين وكل الأدباء وكل من لديه مسؤولية هو جيش وعي تجاه الخير وتجاه السلام وتجاه الإنسانية والمحبة، وهكذا هم شباب مصر. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة.